بتحلموا تخسوا قد ايه في 4 شهور؟ يعني لو سألتك دلوقتي السؤال ده واحنا قاعدين وشنا في وش بعض كده، عايزة تخسي قد ايه في 4 شهور؟ اكتبي حالا في الكومنتس عايزة تخسي قد ايه في 4 شهور. وبعدين ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. هتجيبي نوت بوك زي دي كده، ورقة وقلم، اي ورقة وقلم من جنبك، اندهي على حد دلوقتي وقولي له هات لي ورقة وقلم. اول حاجة هتكتبي هدفك، انت عايزة تخسي قد ايه؟ حلو. وليه عايزة اخس؟ ليه؟ لبسي ضيق عليا، انا لسه والدة، انا برضع، انا مخنوقة، انا محبطة، انا متضايقة. كل اللي عندك هتكتبيه برضه. وبعدين هتكتبي مميزاتك في الدايت. لو انت مثلا بتسمعي كلام كتير قوي عن الدايت، بتعرفي تعملي ايه من اللي الناس بتقوله؟ يعني مثلا انا كنت بقول لنفسي ايه، هي الناس اللي بتعمل دايت دي بيعرفوا يعملوا ايه؟ بياكلوا سلطات، بيمنعوا نشويات او بيقللوها. طيب انا مش مهم بالنسبه لي الرز والمكرونه، ادي واحد، ده مش مهم. انا بحب شوربه الخضار، ممكن اكل سلطه، هحاول احبب نفسي فيها يعني، دي كلها مميزات فيا. ممكن امشي، ممكن امشي قد ايه مش عارفه، كل يوم معرفش، بس انا ممكن امشي. حلو، يعني ممكن اتحرك، بس ممكن اروح الجيم لا. يبقى كده دي هنكتبها فين؟ في خانة مش هنقول العيوب، الحاجات اللي مش هنقدر عليها قوي او على الاقل مش هنقدر نبتدي بيها. فاقوم على جنب كده كاتبه الحاجات اللي انا مش هقدر عليها. مش هقدر امنع حلويات، دي كانت قصة حياتي وستيل بعاني منها لحد دلوقتي، مش قادرة امنع حلويات. بس اقدر اشيل السكر من الشاي، اقدر اشرب شاي اخضر، اقدر اشرب عصاير من غير سكر. انا بقيت بشرب ليمون بنعناع من غير سكر وبنبسط بيه جدا جدا. ده انا كمان بعرف اشرب المشروبات التانية زي الكرفس والبقدونس وكده وبنبسط بيها برضو، ما عنديش معاها اي مشكلة. وايه كمان؟ افضلي بقى كده ورا نفسك تاتا تاتا، واحدة واحدة، الحاجات اللي تقدري تعمليها والحاجات اللي ما تقدريش تعمليها. وبعدين عرفت انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه. ها يا ستي، ايه المطلوب بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ عرفنا. هقولك بقى تعملي ايه. هتمسكي الحاجات اللي انت بتعرفي تعمليها دي، وملناش دعوه بقى نركن على جنب اللي احنا ما بنعرفش نعمله، احنا بس بعدناه عن مخنا، يعني ما خليناهوش قاعد يشوش علينا والشيطان يدخل لنا من خلاله انه انا مش هعرف اروح الجيم، انا عندي خشونه، انا عندي بيبي، انا هنمشي بقى. هنمشي بقى الحاجات دي، احنا خلاص ركناها على جنب، كنسناها كده. حلو. وهنمسك ونبص على الحاجات اللي احنا نقدر نعملها، بنعرف نعملها. حلو، ده حلو. هنمسك منهم حاجتين بس مش كلهم، يعني انت كتبتي 4 5 6 7 9 حاجات، هناخد منهم حاجتين ونقسمهم على 4 شهور. اول شهر هدخل حاجتين، اولا مثلا هقلل السكر او همنعه او هنزله للنص، كل واحد بقى وقدراته، وهنشوف هنعمل ايه. هتشيليه من الشاي، هتشيليه من القهوه، المهم ان انا هشتغل على السكر الشهر ده. هشتغل على العيش اللي باكله رغيف رغيفين 3 ما بشبعش الا بيه، بس انا لا اقدر ابدله، ده انا هعرف اكل من غير عيش، ده انا هعرف ابدل العشاء بخيار وطماطم وسلطه، وهعرف اشتغل على القصه دي. حلو. فهنشتغل على حاجتين بس كل شهر، وده اسهل ما يكون. يعني هيعودني ان انا هلتزم على الحاجة دي لمدة شهر، فهتقلب تعود، هبقى خلاص انا كده اتعودت ان انا بمشي يوم ويوم لا، لان انا ما عنديش حاجة غيرها. انا هشتغل على الحاجتين دول بس. انا هشرب مية، يبقى انا كل يوم هشرب مية، انا خلاص انا ظبطت الدنيا ان انا الشهر ده بتاع المية، مش بتاع حاجة تانية. انا عارفة ان انت هتتحمسي في نص الشهر وتحسي ان انت شاطرة، فهتحاولي تدخلي حاجة تانية، هتبقى حاجة لذيذة جدا. تمام، هشجعك مش هقولك لا، بس اهم حاجة هي الحاجة الاولانية اللي اتفقنا عليها ان انت هتمشيها الشهر ده. همنع سكر، هقلل سكر، وهتمشى بس. وبعدين ولا قبلين بعد 4 شهور هتبقي خسيتي، لانك حولتي
كل الحاجات اللي انت كان نفسك تعمليها كلها مرة واحدة الى عادات، بس ما عملتيهاش مرة واحدة، قسمتيها على فترة. ليه؟ على فترات. ليه؟ علشان محدش بيقدر يبتدي بكل حاجة مرة واحدة. ما ينفعش ابقى عايزة ابتدي دايت وابتدي رياضة مع بعض، ما ينفعش. ما انصحكيش تعملي كده. الاول ابتدي بالدايت وبعدين اعملي الرياضه الشهر اللي بعده، على الاقل تكوني اخدتي على الدايت. لكن تعافري في حاجتين ليه؟ ليه تعافري في حاجتين؟ ورياضه عنيفه غير رياضه مشي خفيفه تساعدك على الحرق وتحرق لك كام سعر كده يشجعوكي ويحسسوكي انك خفيفه. احنا ناخد بالنا بس من حاجه، جسمنا كده كده بيحرق. نايمه جسمك بيحرق. كان دكتور حسام موافي بيقول ان احنا لو جسمنا ما بيحرقش الطبيعي بتاعه كان زماننا بقينا افيال. جسمنا بيحرق، عندنا اجهزه جوه جسمنا محتاجه الطاقه ومحتاجه الاكل علشان هي شغاله 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 فبتحرق. احنا التنفس اللي بنتنفسه ده، يعني كميه الدهون بتاعتنا، الدهون دي بتروح فين لما بنخس؟ او بتطلع ازاي؟ بتطلع من العرق، من البول. واكبر حاجه بتطلع فيها او اكتر حاجه بتطلع فيها هي التنفس. بس نتنفس صح. يعني في تمارين تنفس كده لما بنعملها احنا بنخرج كمية دهون عظيمة. اتنفسوا كويس. اتحركوا على قد ما تقدروا. الحركة في البيت بتخسس، المشي بيخسس، طلوع السلم بيخسس. اي حركة زيادة، اعملي رياضة وانتي قاعدة، نطي الحبل، اعملي اي حركة هتخسي. وابتدي كل يوم اقول لكم ابتدوا ابتدوا ابتدوا، ما تسمعوش الكلام. يلا بينا بقى نبتدي الاربع شهور دول، ونشوف كمان 4 شهور خطتنا دي هتودينا لفين، وهنبقى خسينا قد ايه، ومين اشطر من مين، ومين عنده ارادة اكتر، ومين دخل حاجة تالتة على نص الشهر كده وبقى عنده حماس اكتر علشان شاف نفسه خس. يلا بينا.